السلام عليكم خوتي منكري السنة. ممكن تعطونا أول آية تنزلت أو أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن حصرا وبالدليل؟ أعطونا أول آية أو أول صورة أو أول شيء أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. راكم تقولوا بلي انتم تأمنوا بالقرآن حصرا، حنا أهل السنة على بالنا، لكن انتم تقدروا تعطونا أول آية وآخر آية أوحيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ يلا هنا نبينوا بأنكم تتبعون أهواءكم، تتبعون الأهواء فقط، لا تعرفون شيئا أبدا. ولو اتخذتم كما تدعون القرآن وحده دون الرجوع واللجوء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته من بعده لما فقهتم شيئا في كتاب الله، والو ما تفهموا والو إلا الاختلاف. لاختلفتم لأصبحنا أمة الاختلاف، لأصبحنا أمة الاختلاف. لا يوجد شيء اتفقتم عليه. أعطوني أيها النكارة، أعطوني شيء اتفقتم عليه، شيء واحد عدا قولكم أو قولكم أنكم تتبعون كتاب الله. أعطوني شيء اتفقتم فيه، شيء واحد بر، شيء واحد اتفقتم فيه كلكم، ماشي زوج ولا ثلاثة، كلكم. أعطوني شيء أوجه الاتفاق بين النكارة، أعطوني، نتحداكم تعطونا أول آية نزلت وحيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقدروش، مستحيل. فهل هكذا يؤخذ الإسلام؟ فهل الإسلام هذا أصبح لعبة بين أيديكم؟ وعلاش راهم يدفعونكم إلى الإنكار؟ لأنه لو أنكرتم سنة رسول الله وسنة صحابته من بعده لأصبحنا كما قلت الساعة أمة الاختلاف، ولا أصبحتم أمة ليس لها أصل، لأن الأمة التي لا تملك أصل ليست بأمة. ما كاش أمة بين الأمم لها أصل إلا أصل راسخ مترسخ